هكذا تعيش الملكة رانيا العبد الله حياتها مع ملك الأردن عبد الله الثاني. تعيش الملكة رانيا العبد الله حياة نشطة ومنظمة، حيث تركز على عملها كملكة وأم ومبادرتها في مجال التعليم والمجتمع الأردني، وتتبع نظاما غذائيا صحيا للحفاظ على نشاطها، وتشارك في فعاليات مجتمعية ورياضية. تعيش أيضا كأم ملتزمة وتشارك أطفالها في أنشطتهم. تجمع حياة الملكة رانيا العبد الله بين الواجبات الرسمية والعمل الخيري المكثف والحياة العائلية الطبيعية، وتشتهر بأسلوب حياة صحي وبسيط نسبيا بعيدا عن التكلف. جوانب من حياتها اليومية: العمل العام والنشاط الخيري. تقضي الملكة رانيا جزءا كبيرا من وقتها في دعم المبادرات التعليمية والاجتماعية في الأردن. تزور المدارس والجامعات وتلتقي بمختلف فئات المجتمع المحلي لدعم المشاريع التنموية، كما تشغل مناصب فخرية في العديد من المنظمات الدولية والمحلية، مثل مؤسسة نهر الأردن وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين. الحياة العائلية: تحرص الملكة على قضاء وقت نوعي مع زوجها الملك عبد الله الثاني وأبنائها، وتؤكد على أهمية التعليم والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والخيرية في تربيتهم. نمط الحياة الصحية: تتبع نظاما غذائيا صحيا يركز على المأكولات البحرية والمكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو، وتفضل الأطعمة التي تحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض. التواصل: تشارك الملكة رانيا لمحات من حياتها الخاصة والعامة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك مثل انستغرام، مما يكشف جانبها الإنساني والطبيعي. السفر واللقاءات الدولية: تسافر الملكة رانيا بانتظام لحضور مؤتمرات وقمم دولية، حيث تلقي الخطابات وتدعو المجتمع العالمي للتركيز على قضايا مهمة مثل التغير المناخي والتعليم والسلامة. باختصار، تتمحور حياتها حول التوفيق بين دورها كملكة وناشطة عالمية، وذلك مع الحفاظ على قيم عائلية وأسلوب حياة متواضع وصحي.